اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ كل سنة وانتم طيبين ويا رب يعود عليكم الأيام بخير. هنا عاملة لكم دمج بين أول يوم وتاني يوم. يلا نصلي على الحبيب. تنساش نصلي على الحبيب قلبك يطيب. نصلي على الحبيب المصطفى ونبدأ نسمي بالله ونقول بدأنا الفيديو بتاعنا بإيه. انا عملت فيديو، عملت عزومة اول يوم وتاني يوم مع تجديدات بسيطة. طبعا الراعي الرسمي لعزومات رمضان المحشي. قلت هكسر القاعدة ومش هعمل، بس ما قدرتش اقاوم نفسي. اول حاجة جبنا كرنباية جميلة كده زي ما انتم شايفين وقطعناها، وهقول لكم باستفاضة جامدة جدا عن الكرنب ازاي نتعامل معاه. بصوا الكرنباية جت كبيرة، دي فكرة حلوة. لما تكوني مش عندك حلة تحطي فيها الكرنباية كلها، حطيها في الحوض زي ما انت شايفة كده. بعد ما تفتحيها وتشيلي الجزء اللي فوق، مية بتغلي وجواها تبص لها اتخلعت معاكي في لحظة. بصوا الفكرة جميلة ازاي، الحلة ما بتاخدهاش، وفي بعضنا كتير ما عندوش حلال كبيرة. حطيها في اي حلة صغيرة في الحوض واغلي مية وروحي منزلاها جواها، هتتخلع معاكي بكل سهولة. بصوا ما خدتش معايا اي وقت. والمية على النار، احط بقى فيها شوية ورق. الموضوع دوت يا جماعة يا حبايبي بيحافظ على انها ما تتكسرش. لما تحس ان الكرنباية مش سالكة معاكي والحلة صغيرة، اعملي الطريقة دي. قطعي الكرنباية وتروحي مقوراها كده من النص، ومية بتغلي في اي حاجة، يا رب حتى في الحوض. دي اللي بقيت معانا، حطيتها في الحلة. بصوا دخلت معايا الحلة بكل اريحية ازاي. والكرنب يا حبايبي معلومة عايزة اقولها لكم برضو، لما تكوني هتخزنيه حطي كمون، ما تحطيش ملح. كمون، ما تحطيش ملح عشان الملح بيخليه جلد. كملت بقى نفس الطريقة، ونروح يلا بقى بسرعة كده نسيبه يصفي ميته، ونبدأ نقلي للمحشي. حتة ليا حلوة كده وشوية زيت، قرنين فلفل، فصين توم. خدعنا، يلا نقطع الكرنب بتاعنا. بصوا دي طريقة للتقطيع سهلة برضو وبسيطة، وما بتاخدش معاكي أي وقت. يعني كرنباية تكوني مقطعاها في 5 دقايق بالظبط. الحاجات دي كلها مجهزاها قبلها بحوالي يومين 3، عشان مش معقولة عايزة تعملي عزومة رمضان وبتتعمل في يوم واحد. بين يوم وليلة كده ما بينفعش. بصوا كده في لحظة. اللي وصل معايا في الفيديو الوقت دوت يصلي على الحبيب وينزل يحط لايك. لايك يا قمرة، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب في الفرح والخير متجمعين. خلصت كده التخديعة كده خلاص بتاعنا، البصلة احمرت. انزل بقى بفصين توم، الله على الروايح. لو معايا شمين قولوا شمين. طبعا احنا في ناس كتير بتقولك توم، لا انا بحط توم وما بحطش اي بهارات للمحشي. نعناع، فلفل اسود، وملح. دي الخضرة اللي احنا خزناها مع بعضينا. وبرضو مفيش مانع اننا نحط خضرة فريش. بصوا طالعة قمر ازاي وخضرة وجميلة. البصل الني يا حبايبي بقى عايزة اقول لكم البصل الني ده بينقل المحشي حتة تانية خالص. خدعتي ببصل عادي، ابدأي بقى حطي بصلتين او 3، خرطيهم ملح وفلفل، بهاراتك، وقلبيها تقليبة محترمة، وانزلي بيها بيخلي الطعم سكر. يلا نلف بقى المحشي بتاعنا سريعا سريعا. نيجي بقى على صينية الرقاق على البوتاجاز. تحفة، مقرمشة من بره وطرية من جوه. الله على الجمال. دي كانت في يوم. تاني يوم عملت تاني، جددت بقى السفرة. هوريكم عملتها ازاي على البوتاجاز. ما خدتش يا دوبك 6 7 دقايق فوق و6 7 دقايق تحت. بصوا عامل زي الفطير المشلتت. الله على الجمال. المحشي بتاعنا استوى. الله الله، ايه الحلاوة دي. بصوا بقى دي السفرة مع البط، مع الكوبيبة والرقاق، فراخ مشوية، شوية ملوخية، عصفور، حبة مخلل. الله على الجمال. طبعا مش هنعرف نعمل الفيديو بكل حاجتنا ديت. هوريكم بقى. هنا بوسي قلت لها اربطي رجل البطاية يا بوسي عشان ما تجريش.
هنبدأ نعمل بقى كل حاجة مع نفسها. تاني يوم بقى نجدد سفرتنا بإيه؟ شوية لسان عصفور، دي الكوبيبة الشامي يا حبايبي، عاملها لكم فيديو لوحده، وبقايا البطة دي الأنقاض بتاعة البط. وعملنا صينية رقاق تاني، ده كان رقاق طري بقى، ورق العنب تجديد عشان أنا بعزم ولادي على جزئين. بصوا دي الكوبيبة الشامي كانت اختراع تحفة بصراحة، جميلة 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 ملهاش حل. هعملها لكم لوحدها، دي بقية البط. قلت لهم بقى نجدد ونعمل شوية، نعمل شوية تجديدات كده، نجدد السفرة بتاعتنا لتاني يوم. جددناها بإيه؟ بفراخ مشوية، دقيت ورق عنب، صينية دقيت ورق العنب ديت، صينية جلاش، صينية رقاق تاني، رقاق طري بس. ادي الصينية التانية اللي عملناها هنقطعها مع بعض برضو، والله مسويها على الفرن على البوتاجاز من فوق، والله يا حبايبي الله على الجمال، طالعة فطير مشلتت. العملاقة بقى الجديدة بقى بتاعتنا تاني يوم، الفرخة المشوية الجميلة، شويناها في الفرن بنفس الطريقة اللي انتم متعودين ان انا بعملها، بتتبيلة من غير اي بصل بهارات. الله على الجمال. الرقاق بقى ايه الحلاوة دي. تسلم ايدك يا قمر على اللايك، رحتي حطيتي لايك، صلوا على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب اجبر بخاطرنا يا رب في الشهر الكريم. جهزنا كل حاجتنا بقى كده، يلا، والسفرة والمفرق والمدفع هيضرب. الله، دي سفرتنا برضو تاني يوم، بصوا على الجمال، مجددينها ببقايا البطة ودقية ورق العنب. وهعمل لكم فيديو للكوبيبة، كانت اختراع تحفة. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بدعوة حلوة ولايك وشير، سبسكرايب لتيتا زوز. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين.